تخيل انك نايم وفجأة تليفونك يرن، تفتح الايميل تلاقي رسالة من شركة كبيرة بتقولك احنا معجبين بشغلك وعاوزين نشتغل معاك، او تتفاجئ ان في عميل جديد حول لك فلوس مقابل خدمة او منتج بتقدمه. كل ده بيحصل وانت ولا بعت ايميلات ولا دورت على شغل ولا حتى كنت متوقع ان الفرصة دي تجيلك. ده مش حظ وده مش خيال، ده ببساطة قوة الانترنت لما يكون عندك موقع شخصي. السلام عليكم، انا طارق العبد، مهندس وخبير من خبراء جوجل. لو دي اول مره تشوفني مهتم بالبرمجه اشترك في القناه وفعل الجرس، هتلاقي كل اللي محتاجه. في 2025 العالم كله بيدور على اللي محتاجه في الانترنت. الشركات بتدور على موظفين، العملاء بيدوروا على خدمات ومنتجات، واصحاب الفرص بيدوروا على الناس اللي عندهم خبره او موهبه في مجال معين. السؤال هنا، لما حد يدور على مجالك او مهاراتك هل هيلاقيك ولا لا؟ لو كل اللي عندك مجرد حسابات على السوشيال ميديا فانت بتضيع فرص ضخمه جدا كل يوم، لانك ببساطه مفيش عندك مكان رقمي يعبر عنك بشكل احترافي. الموقع الشخصي يا صديقي مش رفاهيه ومش حاجه زياده عن اللزوم، هو اقوى استثمار ممكن تعمله في نفسك، سواء كنت موظف، فريلانسر، صاحب بيزنس، او حتى حد عايز يكون عنده وجود قوي على الانترنت. النهارده هقول لك ليه لازم يكون عندك موقع شخصي، وازاي ده ممكن يغير حياتك للافضل زي ما غير حياتي. وفي النهايه هقول لك الطريقه الاسهل والارخص عشان تبدا موقعك النهارده بدون اي تعقيدات. وبالمناسبه الفيديو ده برعايه هوستنجر، وحش الاستضافات والدومينز، واللي انا عامل عليه كل المواقع والمدونات الشخصيه بتاعتي بعد ما جربت عدد ما تتخيلهوش من شركات الاستضافات. حتى السيلز ويب سايت بتاعت كورس فلاتر اللي انا عاملها وبعلن عنها وبستخدمها دايما في مبيعات الكورس بتاعي برضه عاملها على هوستنجر بدون سطر كود واحد، ودي العظمه في الموضوع. وده من قبل ما يكلموني اساسا وانا عميل عندهم. وطبعا يا صديقي انا مش سايبك كده لوحدك، ده انا جايب لك خصم جامد جدا يخليك تشترك معاهم دلوقتي حالا، هتلاقيه في وصف الفيديو وفي الكومنتات. قبل ما نكمل تعال اوريك ايه اللي ممكن تعمله في هوستنجر. استضافه زي البيزنس مثلا بتسمح لك تعمل 50 موقع، 100 ايميل شخصي باسم الدومينز بتاعتك، دومين مجاني زائد طبعا الاس اس ال، ده غير كل ادوات الذكاء الاصطناعي اللي فعلا عنده هوستنجر حاجه جباره، ده غير ميزات الاي كوميرس اللي عاملينها، يعني تقدر تعمل متجر الكتروني وتبيع بمزاجك. ان شاء الله في نيه نعمل حاجه زي كده قريب. ده غير طبعا باقي المميزات الجامده اللي قلناها واللي لسه هنقولها في نهايه الفيديو. اللي عاجبني في هوستنجر جدا غير المميزات الجامده اللي عاملينها والسرعه، وكمان مراكز البيانات اللي في 12 دوله حوالين العالم، غير كل ده خدمه العملاء فعلا حاجه ما لقيتش زيها. وطبعا شغالين 24 ساعه في السبع ايام وباللغه العربيه. انا فعلا ما كنتش متخيل ان ده مهم الا لما احتجتهم فعلا وساعدوني بشكل سريع جدا. فالصراحه انا ارشحهم جدا، وهتلاقي كوبون خصم موجود في وصف الفيديو وفي الكومنتات. وطبعا علشان تعرف اهميه الويب سايت، فابسط حاجه بيقدمها لك انه يعتبر سي في شغال 24 ساعه بالنيابه عنك. تخيل نفسك كده مدير شركه وبتدور على حد عنده مهارات معينه، تفتح لينكد ان تلاقي مئات الاشخاص كاتبين نفس المعلومات تقريبا، لكن فجاه تلاقي واحد مختلف، شخص عنده موقع شخصي مصمم بطريقة احترافية في كل أعماله، شهاداته، تجاربه السابقة، وكمان طرق التواصل معاه. مين اللي هيجذب انتباهك أكتر فيهم؟ أكيد طبعا اللي عنده موقع شخصي، لأنه مختلف، ظاهر بشكل احترافي، وسهل تتواصل معاه، وعارف يسوق لنفسه صح. خلي بالك الموضوع مش بس لأصحاب الشركات، حتى لو كنت أنت اللي بتدور على فرصة، الويب سايت بيخلي الفرص هي اللي تلاقيك بدل ما أنت اللي تفضل تجري وراها. وطبعا حبايبنا اللي حابين يشتغلوا ريموتلي ويقبضوا بالدولار، فوجود ويب سايت او مدونه تنزل فيها محتوى خاص بيك، او حتى تعمل فيهم دوكيومنتيشن للمشاريع اللي انت ضايفها في البورتفوليو بتاعك، ده من اجمد الطرق اللي توصلك بشركات بره عالميه، سواء في الخليج او في اوروبا او حتى امريكا. يعني بدل ما تبعت السي في كل يوم، موقعك هو اللي هيعرض شغلك بطريقه احترافيه طول الوقت. ولو حد مهتم هيلاقي كل المعلومات قدامه، يا اما يتواصل معاك بشكل مباشر او هياخد عنك انطباع قوي يخليه يثق فيك ويفتكرك في اي فرصه مناسبه. كمان تقدر تقول على الويب سايت انه مفتاح البراند الشخصي بتاعك، او زي ما بنقول البيرسونال براندنج. سواء كنت عارف او مش واخد بالك، كل واحد فينا عنده براند شخصي. كل بوست بتكتبه، كل تعليق بتسيبه، كل شغل بتعرضه، ده كله بيدي انطباع للناس عنك. الفرق بس انك على السوشيال ميديا انت مجرد واحد وسط ملايين، لكن في موقعك انت اللي بتحدد صورتك ومكانتك اللي عايز تظهر بيهم. يعني تخيل كده لو كنت مصور محترف، لما تيجي تبعت اعمالك لعميل ايه اللي هيكون اقوى؟ انك تبعت له لينك الانستجرام، ولا تبعت له موقع شخصي متصمم بشكل احترافي في كل صورك، مشاريعك، اراء العملاء اللي اشتغلوا معاك، والمجلات
القنوات اللي نشرت اعمالك. الفرق واضح جدا، والموقع بيديك قوة احترافية وثقة اكبر بكتير من اي حساب على السوشيال ميديا. ولو بصيت حواليك كويس هتلاقي في نوعين من الناس، ناس بتدور على الفرص وناس الفرص هي اللي بتدور عليهم. وصدقني النوع التاني مش محظوظ، هو بس فاهم اللعبة كويس وعامل لنفسه حضور قوي اونلاين. الموقع الشخصي بيخلي الشركات والعملاء وحتى الاشخاص المؤثرين يلاقوك بسهولة. عشان كده بالظبط نقدر نقول ان الويب سايت هو مغناطيس الفرص. يعني على سبيل المثال لو انت فريلانسر ممكن فجأة يجيلك ايميل من عميل من بلد تانية عاوز يشتغل معاك بمبلغ محترم انت ما تتخيلوش. ولو انت بتبيع منتج او بتقدم محتوى، الموقع ممكن يكون مصدر دخل ليك ويجيب لك فلوس وانت نايم. فاعتمادك الكلي على السوشيال ميديا عشان تعرض شغلك او توصل لجمهورك خطر كبير، لانك ببساطة بتضيع على نفسك فرص كتير جدا مش محتاجة منك ربع مجهود السوشيال ميديا. ده غير انك اصلا مش بتكون متحكم في المنصة وممكن في اي لحظة مجهودك عليها يضيع. لكن لما يكون عندك موقع شخصي فانت بتكون المتحكم بنسبة 100%. محدش يقدر يقلل من ظهورك، محدش يقدر يحذف محتواك، واي حد مهتم بشغلك يقدر يلاقيك بسهولة في اي وقت. كمان موقعك الشخصي يعتبر استثمار بيزيد قيمته مع الوقت، على عكس السوشيال ميديا اللي اي بوست فيها ممكن يختفي بعد كام يوم. لكن موقعك الشخصي هو اصل رقمي بيكبر قيمته كل ما تستثمر فيه. يعني لو كنت كل فترة بتضيف عليه محتوى جديد، مقالات، مشاريع او شهادات عملائك وارائهم، كل ده بيخلي موقعك يظهر اكتر على جوجل ويجيب لك فرص جديدة طول الوقت. ده غير ان لو عندك مدونة ممكن المقالات اللي بتكتبها النهاردة تفضل تجيب لك زوار بعد سنين. يعني بدل ما تجري ورا الفرص، حرفيا الفرص هي اللي هتجيلك لوحدها. طيب جميل جدا، بعد ما عرفنا كل ده ازاي بقى تعمل موقعك باسهل طريقة؟ الناس فاكرة انك تعمل موقع شخصي محتاج مهارات برمجية صعبة ومعقدة، لكن الحقيقة ان الموضوع بقى سهل جدا. افضل وابسط طريقة مثلا انك تستخدم ووردبريس، وده هتلاقيه فيه مميزات كتير زي انه سهل الاستخدام، مش محتاج اي خبرة تقنية، فيه تمبلتس جاهزة كتير جدا تقدر تعدلها بسهولة، وكمان مناسب لاي نوع من المواقع سواء بورتفوليو، مدونة، او حتى متجر الكتروني. او لو مش حابب الووردبريس ففي طبعا ويب سايت بيلدر، وده بيخليك تبني اي صفحة انت محتاجها بدون اي سطر كود، كلها مكونات انت بتسحبها وبتحطها وبس، زي ما عملت السيلز بيج بتاعتي. او حتى تستخدم ميزه جامده جدا من هوستنجر اسمها هورايزونز اي اي، ودي هنشرحها اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. المهم عشان يكون عندك موقع ناجح لازم تختار استضافه قويه وسريعه، وده اللي بيخليني دايما استخدم هوستنجر. تعرف ان هوستنجر افضل استضافه تختارها لموقعك، ومعاها هتلاقي مميزات وتسهيلات كتير جدا. يعني مثلا لو هنتكلم عن السرعه فنقدر نقول ان السرعه عامل اساسي في نجاح اي موقع، وهوستنجر بتوفر لك استضافه سريعه جدا باسعار اقل من المنافسين، وكمان بتديك دومين مجاني مع الاستضافه، ودي حاجه جامده جدا. ده غير انها سهله جدا حتى لو كنت مبتدئ. يعني لو هنفترض ان دي اول مره تعمل فيها موقع فانت مش هتواجه اي صعوبه، لان لوحه التحكم بتاعتك بسيطه، وكمان انك تعمل انستول لووردبريس بضغطه واحده. انا عارف ان الموضوع غريب بس فعلا ضغطه واحده وتختار الاسم وبس. ومن ناحيه الامان اطمن، مع هوستنجر موقعك سريع محمي وشغال 24 ساعه في اليوم من غير اي مشاكل. والجامد جدا ان في دعم فني 24 ساعه، والاهم بالعربي، يعني اي مشكله تقابلك هتلاقي فريق الدعم متاح طول الوقت. ده غير طبعا المميزات اللي بيقدموها باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى في الويب سايت بيلدر. انا كنت بكسل ادور على الكومبوننتس اللي انا محتاجها، فكنت بكتب للاي اي موديل بتاعهم وهو بيعمل لي الكومبوننت اللي انا عاوزه. والله جمدان يا جماعه. وفي النهايه يا صديقي عايز انبهك ان كل يوم بيعدي عليك وانت مش عندك موقع شخصي هو فرصه ممكن تضيع منك. دلوقتي بقى انت عرفت كل حاجه، والسؤال اللي لازم تساله لنفسك، هتفضل تتفرج على الفرص وهي بتعدي ولا هتاخد الخطوه النهارده؟ القرار في ايدك، والمستقبل للناس اللي بتتحرك بسرعه، والخصم في وصف الفيديو والكومنتات شغال، الحقه. وعشان انا ما اقدرش اسيبك كده ولازم اساعدك، اكتب لي في التعليقات اي سؤال عندك وهجاوبك عليه، وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد.